الحمد لله. اليوم نبدأ الحملة التطعيمية الأولى. اليوم أول يوم اللي حدث يوم الخميس هي حملة توعوية على التطعيم، تم فيها تطعيم أعداد رمزية من جميع فئات المجتمع، لكن اليوم هي الحملة الأساسية. راح تكون الحملة اليوم مع الطواقم الطبية، راح تستمر معانا هذا الأسبوع، وإن شاء الله للي سجل على النظام واللي ما أقدر رغبته للآن راح يكون أيضا وجود عدد يومي من التطعيم للطواقم الطبية موجود معانا إلى ما شاء الله. اليوم طبعا هم الطواقم الطبية اللي في الخط الأول للدفاع في مواجهة هذا الوباء، واليوم لهم الأولوية لذلك. هم يعني جنودنا من الجيش الأبيض اللي يقومون بمواجهة هذا الوباء بشكل مستمر في خلال هذه السنة اللي فاتت. من هذا المكان توجه لهم بالشكر والعرفان، وأيضا توجيهات سمو الأمير وأيضا سمو ولي العهد حفظهم الله، وأيضا سمو رئيس مجلس الوزراء بإعطائهم الأولوية في الخطوط الأمامية لمواجهة الوباء مع توفير كافة احتياجاتهم وتذليل كل السبل لحصولهم على الوقاية من هذا الوباء ومتابعة عملهم في مواجهة هذا الوباء. اليوم سعيد بهذا الإقبال الكبير اللي كان موجود معنا من هذا الصباح، يمكن من الساعة 7 موجود الناس برا مركز التطعيم.